بيبدأ الفيلم بست عجوزة اسمها هيلجا وهي قاعدة في بيتها بتتفرج على التلفزيون، ومرة واحدة بتحس بحركة غريبة ورا حيطان البيت فبتترعب جدا، وبعدها بتروح تدور على رقم شركة مكافحة الحشرات. لما بتتصل بيهم بتقول لهم إن في حركة غريبة بتحصل في حيطان بيتها، وهي بتعتقد بقى إن في فران موجودة ورا الحيط. فالموظف بيطلب منها العنوان، وهي لما تديله العنوان هو ساعتها بيجي في خلال دقايق. الموظف ده بيكون اسمه داني، ولما بيدخل بيتها بيسمع صوت عالي جاي من فتحة التهوية اللي في الأوضة، فبيدخل داني يبص على فتحة التهوية. ساعتها بيتفاجئ إنه قدامه جثة شخص، فبيترعب طبعا وبيحاول يهرب بسرعة من المكان، لكنه مش بيلحق، وفجأة بيظهر من وراه كائن غريب وبيسحبه في فتحة التهوية. وبعدها بقى بنشوف إن هيلجا ما ظهرتش أي رد فعل على اللي حصل خالص، وكمان بتقعد تكمل فرجة على التلفزيون بشكل طبيعي جدا وأكن مفيش حاجة حصلت. وبنعرف بعد كده إن هيلجا مصابة بالزهايمر وبتنسى أي حاجة بتحصل في خلال ثواني. وعلشان نفهم بقى اللي حصل نرجع بالأحداث شوية، وبنتعرف على طفلة اسمها شارلوت. وشارلوت دي بتكون عايشة في نفس المبنى بتاع هيلجا، وده لأن هيلجا تبقى جدتها من ناحية الأم. شارلوت بقى كانت مهووسة بتجميع الحشرات وخصوصا العناكب، وبتحب جدا تربيهم كأنهم حيوانات أليفة. وفي يوم بتتسلل شارلوت لبيت جدتها أم أبوها من خلال فتحة التهوية علشان تسرق ألعابها اللي موجودة في شقة جدتها. وبتكون جدتها أم أبوها برضو عايشة في نفس المبنى، وبالصدفة شارلوت هنا بتشوف عنكبوت صغير في شقة جدتها. ساعتها بتنبهر بيه جدا لان شكله مختلف عن باقي العناكب اللي ربيتها قبل كده. بعد كده شارلوت بتسمع صوت جدتها فبسرعه تجري تستخبى في فتحه التهويه، ولما جدتها هنا بتدخل الاوضه بتلاقيها مكركبه على الاخر، فبتخمن طبعا ان كان في حد موجود في الاوضه. فبسرعه هي بتروح تتصل على ابنها علشان يجي يعرف مين اللي دخل البيت. وفي خلال دقايق بيوصل ايسان عند امه اللي بتفضل تزعق له لانها طلبت منه اكتر من مره انه يقفل فتحات التهويه، لكنه ما اهتمش بكلامها. ايسان بعدها بيعتذر لها عن عدم اهتمامه وبيقول لها ان هو مشغول جدا في شغله، وده بقى لانه بيشتغل في اكتر من وظيفه علشان يقدر يوفر مصاريف بيته. ايسان بقى بيكون مطمن لانه عارف ومتاكد ان بنته شارلوت هي اللي دخلت بيت جدتها، فبيفضل ينادي عليها بصوت عالي وهو متعصب. بس شارلوت بترجع اوضتها بسرعه قبل ابوها ما يشوفها، وايسان على طول بيروح وراها وبيفضل يزعق لها لان هي اتسللت لشقه جدتها تاني. بس شارلوت بتاكد له ان هي كانت في اوضتها طول اليوم، فبيتضايق ايسان ان هي كمان بتكذب عليه، وساعتها بيسيبها وبيخرج بره. بعدها شارلوت بقى بتروح تحط العنكبوت اللي جابته من شقه جدتها في برطمان، وبتقرر بقى تسميه ستينج. بعدها مامتها هيسر بتنادي على شارلوت علشان تطلب منها ان هي تاخد بالها من اخوها الرضيع لحد ما ترجع من الشغل، فبتقول لها شارلوت انها مش ملزمه تقعد مع اخوها طول اليوم. فبتتضايق والدتها جدا من اسلوبها في الكلام، وبتفهمها بقى ان هي ما بقتش صغيره ولازم تتحمل مسؤوليه اخوها معاها. لكن شارلوت بقى بتتجاهل كلام امها وبتستناها لحد ما تمشي، وبتروح بعد كده تقعد في اوضتها مع ستينج. وبالصدفه بتشوف حشره في اوضتها، فبتحط الحشره في نفس البرطمان مع ستينج. وفجاه ستينج هنا بيهاجم على الحشره وبيفترسها بكل وحشيه، وشارلوت هنا بقى بتكون مبسوطه جدا من اللي هي شايفاه. وفي نفس الوقت ده بنشوف ايسان وهو بيصلح السباكه لجارته ماريا، وماريا هنا بتقول ان هو اب عظيم لانه بيشتغل شغلانات كتير علشان يقدر يصرف على اسرته. وبنعرف بقى ان ايسان اساسا بيشتغل رسام قصص مصوره وبيحب الشغل ده جدا وموهوب فيه كمان، لكنها للاسف مش بتدخله فلوس كتير، وعلشان كده اضطر يشتغل في السباكه. نرجع تاني لشارلوت وهي بتصطاد حشرات لستينج علشان ياكلها، وبتفضل بقى تراقبه وهو بينقض عليهم وبياكلهم. ولما يجي الليل هيسر بتروح تطمن على امها هيلجا، بتلاقيها لسه قاعده بتتفرج قدام التلفزيون بالرغم ان الوقت اتاخر. ساعتها هيسر بتاخدها لسريرها علشان تنام، وبعدها هيسر بتتاثر جدا لما امها بتسالها هي مين، فبتفضل بقى تفكرها بنفسها زي ما بتعمل كل يوم. وفي الوقت ده بنشوف إيسان وهو بيرسم رسومات جديدة اللي هتطبع في المجلة اللي جاية. بيلاقي شارلوت هنا دخلت عليه وبتقترح عليه انه يعمل شوية تعديلات في الرسمة، فبيسيبها إيسان تعمل التعديلات اللي هي عايزاها. ساعتها هيسر بتكون سعيدة جدا وهي شايفة بنتها بتقضي وقت لطيف مع أبوها، وده لأن بنتها بعيدة عنهم في الفترة الأخيرة. وفي وقت النوم بيدخل إيسان أوضة بنته علشان يتأكد إن هي نامت. ساعتها بينبهر إن هي رسمت رسمة جميلة جدا عن العناكب، وشارلوت هنا بتطلب منه إنه ما يبصش بعد كده على رسوماتها من غير استئذان، فبيعتذر لها إيسان وبيقول لها ان هو ما كانش متخيل ان هي موهوبه جدا في الرسم بالشكل ده. ولما تنام بقى بنشوف العنكبوت ستينج هنا وهو بيخرج من البرطمان وبيفضل ماشي في فتحه التهويه لحد ما بيوصل لبيت هيلجا. بتعدي لحظات وبعدها بيسمعوا صوت صريخ والده ايسان، فبسرعه ايسان ومراته بيطلعوا شقتها علشان يطمنوا عليها. ساعتها بيتفاجئوا ان البغبغان بتاعها مقتول بطريقه غريبه. والدة إيسان ساعتها بتخمن إن الفئران أكيد هم اللي عملوا فيه كده، وبعدها بتطلب من ابنها إنه يتصل بشركة مكافحة الحشرات. وبعدها بيوصل العامل داني عندهم وبيتفاجئ من منظر البغبغان، وده لأنه طول فترة شغله ما شافش فئران تقدر تقتل بالوحشية دي، وهو بقى بيكون متأكد إن أكيد في حيوان تاني هو اللي قدر يقتله بالمنظر ده. وبعدها لما يبص على كل فتحات التهوية اللي في البيت بيلاحظ وجود مادة لزجة جوه فتحات التهوية، لكنه ساعتها برضه مش بيقدر يحدد إيه نوع الحيوان ده.
وفي الوقت ده شارلوت بتكون في اوضتها وبتلاحظ ان العنكبوت ستينج حجمه زاد بشكل غير طبيعي، ولما تيجي تعمل بحث عن العنكبوت ده ساعتها مش بتلاقي اي معلومات. بعد شوية داني بيكون خلص رش البيت بتاع الجدة وبينزل لبيت إيسان علشان يرش هو كمان، لكن شارلوت بقى بتوقفه وقبل ما يبدأ يرش أوضتها بتقوله إن الحشرات دول أصحابها وهي مش هتسمح له أبدا إن هو يأذيهم. داني ساعتها بيحاول يفهمها إن الحشرات دي مش كائنات أليفة زي الحيوانات والقطط والكلاب اللي بنربيهم، وبعدها بيسألها عن نوع الحشرات اللي هي بتربيهم، فبتقوله إن هي مربية عنكبوت اسمه ستينج. ساعتها داني بيحذرها من تربية العناكب لأن في أنواع كتير منهم بيكون فيهم سم، لكن شارلوت ما بتهتمش بكلامه لأن هي عارفة كل الكلام ده اصلا. ولما توري العنكبوت بتاعها ساعتها داني بيتفاجئ لان حجمه كبير وكمان بيتحرك بسرعه رهيبه. المهم بالليل العنكبوت ستينج بيخرج من المرطمان وبيدخل لفتحه التهويه، بيفضل ماشي فيها لحد ما بيوصل لشقه ماريا. ساعتها ماريا بتصحى من النوم وهي مفزوعه على صوت الكلب، وبيكون الكلب بقى بيحاول يحذرها من وجود العنكبوت في بيتها، لكن ماريا برضه بتبقى مش فاهمه هو بينبح ليه. ولما تروح تاخد ادويه الاكتئاب بتاعتها فجاه العنكبوت بيظهر قدامها وبينط على وشها. اول ما يلدغها ساعتها ماريا بتحس بتعب شديد وفجأة بترجع كل اللي في بطنها، ولما تفقد الوعي ساعتها ستينج بيدخل جوه بقها وبيفضل ماشي جوه جسمها لحد ما بيخرج من بطنها. وفي اليوم اللي بعده بنشوف شارلوت وهي بتسأل أمها عن وظيفة جارهم اللي اسمه إيريك، فبتقول لها إن هو بيدرس علم الحشرات في الجامعة، وبعدها بتطلب منها ما تتعاملش معاه نهائي لأنها مش بترتاح ليه، لكن طبعا هي ما بتسمعش كلامها وبتروح تزور إيريك من ورا أهلها، وبتكون جايبة معاها ستينج وبتقول له بقى إن هي لقت العنكبوت ده في شقة جدتها، لكنها لاحظت إن حجمه بيزيد بطريقة غريبة. فبيقول لها إيريك بقى إن نمو العناكب بيختلف على حسب النوع وكمان على حسب البيئة اللي اتربى فيها، وفي عناكب ممكن تكبر في خلال أسبوع وعناكب تانية تاخد سنين علشان تكبر. فبتسأله شارلوت لو يقدر يضاعف حجم العنكبوت في أسبوع واحد. ساعتها إيريك بيقول إن الكلام ده مستحيل علميا، ولما يجي يسألها إن أهلها يعرفوا إن هي موجودة عنده ولا لأ فبتقوله إن أهلها ما يعرفوش أي حاجة وما يعرفوش كمان إن هي مربية عنكبوت. ساعتها إيريك بيفاجئها إن اللي هي مربياه ده فصيلة نادرة جدا من العناكب وفي احتمال كبير جدا إن هو يكون سام، فبيطلب منها بقى إن هي تتخلص منه في أسرع وقت، لكن هي بقى بتأكد له إن العنكبوت ده صديقها المفضل. ساعتها إيريك بيطلب منها إن هي تسيب معاه العنكبوت لمدة يومين علشان يعمل عليه بقى شوية أبحاث ويتأكد إن هو مش سام، فبتوافق شارلوت وبعدها تسيبه وتمشي. وفي الوقت ده بنشوف إيسان ومراته واقفين هما بيتكلموا سوا في البيت، وفجأة بيسمعوا صوت عالي جاي من فتحة التهوية، ولما يروح إيسان يفتح فتحة التهوية علشان يشوف في إيه جواها ساعتها بيتفاجئ بوجود الكلب بتاع ماريا، فبياخد الكلب وبينزل لشقة ماريا، بيفضل يخبط كتير على الباب لكنها مش بتفتح، فبيضطر إيسان إن هو يفتح شقتها ويدخل يطمن عليها، وساعتها بينصدم لما بيشوفها ميتة على الأرض. بسرعة بيتصل بالشرطة ولما الشرطة توصل بيفضلوا يحققوا مع إيسان وبيسألوه بقى هو إزاي دخل بيتها واكتشف الواقعة دي إمتى، فبيقول إيسان للظابط إن هو أساسا حارس العمارة ومعاه نسخ من كل مفاتيح الشقق، فبيسألوا الظابط لو ماريا كانت بتعاني أي أعراض نفسية خلاها تنتحر. إيسان بقى بيقول إن هي فقدت أولادها وجوزها السنة اللي فاتت في حادثة عربية، ومن ساعتها وهي بتاخد أدوية مضادة للاكتئاب. وبعدها بيتصل إيريك على إيسان وبيطلب مقابلته، ولما يروح إيسان يقابله بيفاجئوا إيريك إن بنته مربية عنكبوت سام في أوضتها، وبيحكي له بقى كل الحوار اللي دار بينهم، وبيقول له بالرغم إنه بيعمل أبحاث عن العناكب من سنين طويلة لكنه أول مرة يشوف النوع ده. ساعتها إيسان بيصدم لما بيشوف العنكبوت اللي بنته مربياه، وبيطلب بعدها من إيريك إنه يحتفظ بالعنكبوت ده معاه. ولما يرجع إيسان للبيت بيواجه بنته إن هي مربية عنكبوت سام في أوضتها، فبتتعصب شارلوت، ولما تسأله عن مكان العنكبوت فبيقول لها إن إيريك هيودي للمختبر بتاعه علشان يعمل عليه شوية أبحاث. وبعدها بيقول لها بقى انها تنسى فكره ان العنكبوت ده يرجع تاني نهائي. ساعتها شارلوت بتنهار من العياط وبتبقى شايفه ان ابوها ما عندوش حق ان هو يحرمها من صديقها الوحيد، فبيقول لها ابوها ان العنكبوت ده مش صديقها ولا حاجه وان هو ممكن يقتلها في يوم من الايام. شارلوت بعدها بتتهمه ان هو اب فاشل وبتسيبه وتدخل اوضتها. وبالليل بنشوف إيريك وهو نايم في بيته وبيكون حابس العنكبوت في حوض ازاز، وبنتفاجئ بقى ان العنكبوت حجمه زاد بشكل مرعب وبيقدر يكسر الازاز ويخرج. وفي الوقت ده هيسر بتسرح شعر امها. ساعتها بتدخل عليهم والدة إيسان وبتقول لهيسر ان اهتمامها الزايد بامها ملهوش لازمه لان هي اساسا بتنسى كل حاجه، فبتطلب منها هيسر بقى ان هي ما تتدخلش بينها وبين امها تاني. وجندر والدة إيسان هنا بتروح تتخانق مع ابنها من غير سبب وبتتهمه ان هو مش عارف يحافظ على بيته ولا على اسرته. ولما جندر تسيبه وترجع شقتها تاني بتلاحظ ان قطتها مش موجودة، فبتفضل تدور عليها في كل مكان في الشقة لحد بقى ما بتسمع صوت قطتها جاي من فتحة التهوية. ولما تدخل لفتحة التهوية علشان تطلعها ساعتها بتتفاجئ بستينج وبيظهر قدامها فجأة وبيخلص عليها.
وفي اليوم اللي بعده بنشوف يسان وهو متضايق جدا بسبب الكلام اللي امه قالته له، ومن كتر عصبيته بيكسر شاشة التلفزيون، وطبعا اسرته كلها بتتصدم من اللي عمله. بعدها هيسر بتطلب من بنتها ان هي تاخد اخوها ويدخلوا الاوضه، وبتفضل هيسر بقى تتخانق مع جوزها لانه بيطلع عصبيته قدام الاولاد، وبتفهموا بقى ان اولادهم ملهمش دعوه باي مشاكل، وما ينفعش بقى ان هم يشوفوه في الحاله دي. فبتقوله بقى ان هي هتنفصل عنه لو الوضع استمر بالمنظر ده. ومره واحده هنا بنشوف ستينج وهو بيظهر ورا يسان وبيجري، ولما تحاول تهرب منه ساعتها مش بتعرف، وستينج بيهجم عليها هي كمان. وبعد كده بيسحب إيسان وهيسر لفتحة التهوية. في الوقت ده بقى شارلوت بتكون في أوضتها بتسمع أغاني وما بتكونش حاسة بحاجة من اللي بتحصل بره، لكنها لما بتشيل السماعات بتلاحظ إن الكلب بتاع ماريا مش بيبطل هوا، ولما تقوم تدور على أبوها وأمها مش بتلاقيهم، فبتستغرب جدا من الموضوع ده. وبعدها بتلاحظ إن الغطا بتاع فتحة التهوية مش موجود مكانهم، وساعتها ستينج بيكون خلاص سحب إيسان وهيسر لفتحة التهوية علشان ياكلهم بمزاج. لكن لحسن حظهم بيكونوا لسه عايشين وبيحاولوا ان هم يقاوموا علشان ما يسيبوش ولادهم لوحدهم. نرجع تاني لشارلوت وهي بتبص فتحة التهوية، وفجأة بتلاقي ستينج ظهر قدامها، فبسرعة بتقفل فتحة التهوية بالدولاب علشان ما يخرجش منها. لكن بعد كده لما بتبص وراها بتلاقي ان ستينج خرج وبيقرب من اخوها الرضيع علشان يقتله، فبتطلع بسرعة تجري على اخوها، ولما توصل عنده بتلاقي ستينج اختفى، ولحسن الحظ اخوها بيكون بخير. بعدها شارلوت بتروح تصنع مادة حمضية باستخدام ادوات من عندها، وبتحط المادة دي بعدها في رشاش المية. وبعد كده بتدخل فتحة التهوية علشان تدور على امها وابوها. وهي ماشية في فتحة التهوية بتوصل لشقة إيريك، وساعتها بتصدم لما بتشوفه ميت، فبسرعة تروح لشقة هيلجا وبتسألها لو شافت أي مخلوق غريب في الشقة. وطبعا هيلجا ما بتكونش فاهمة هي بتتكلم عن إيه، وحتى لو فاهمة أو شافته قبل كده هي بتنسى بسرعة، فمش بتضيع وقت معاها. وبعدها بتروح المطبخ تعمل مادة حمضية أقوى، وبعدها بترشها على نفسها علشان تمنع ستينج إن هو يقرب منها. وفي الوقت ده داني العامل بيكون وصل لشقة هيلجا علشان يرش شقتها، وشارلوت هنا لسه بتدور على أبوها وأمها، فبتفضل على كده لحد ما بتسمع صوت أبوها جاي من فتحة التهوية. فبسرعة بتدخل للفتحة وبترش المادة الحمضية على جسمه علشان تمنع ستينج إن هو يقرب منه. وهما بيستعدوا علشان يخرجوا بره الفتحة بيتفاجئوا بظهور ستينج قدامهم، ومن كتر الرعب اللي هما فيه بيقعوا هما الاتنين من الفتحة، وساعتها بيلاقوا نفسهم في القابو. والمشكلة هنا بقى إن ستينج بيجي وراهم على طول، فبسرعة بيمسك يسان المادة الحمضية وبيرشها عليه علشان يبعد عنهم. وبالفعل خطته بتنجح وستينج بيختفي من قدامهم. بعدها يسان بيحضن بنته وبيقول لها إن هي شجاعة جدا. وفي اللحظة دي بيلاقوا داني وقع عندهم من فتحة التهوية وهو مرعوب جدا بعد ما ستينج هجم عليه وحاول يقتله. ويسان بعدها بيطلب منه يهدى علشان يعرفوا يتصرفوا كويس، ولكن فجأة ستينج بيظهر قدامهم تاني، فبيبدأ داني بقى يضربه بمسدس كبسولات المبيد اللي معاه، لكن للأسف الضرب مش بيأثر فيه، وستينج ساعتها بيقدر يخلص عليه. ساعتها يسان وشارلوت بسرعة بيروحوا يستخبوا جوه القابو، وبيلاقوا بقى يسر معاهم في الأوضة وبتكون لسه عايشة، وكمان بتكون جابت ابنها الرضيع، فبيفك على طول شبكة العنكبوت من حوالين جسمها. وفجأة ستينج بيظهر قدامهم تاني. هنا شارلوت بقى بيجيلها فكرة، وبتستنى ستينج بقى لحد ما يقرب من الباب الحديد اللي في الأوضة، وبعدها بتقفل عليه الباب بسرعة. وبعدها شارلوت بتقول لأبوها وأمها إن هي بتحبهم جدا. ولحد هنا عزيزي بيكون خلص الفيلم. لو عجبك ما تنساش ترزع على كلمتين وتقول في الكومنتات عايز فيلم المرة الجاية.